المغات من المشروبات الشتوية الحلوة جدا. بس هي ليها مناسبة بصراحة مميزة جدا بتتقدم فيها لما يكون حد عنده بيبي جديد. النهاردة هقول لكم على الطريقة المصرية اللي تطلع معاكم احلى كوباية مغات باحلى قوام. القوام بتاعها تحفة زي ما انتم شايفين كده بالمكسرات، كانت تحفة جدا. ان شاء الله تجربوها على طريقتي وهتعجبكم جدا. اول حاجة في طاسة على النار هزود معلقة كبيرة من السمنة، يستحسن تكون سمنة بلدي. هبتدي احمص المكسرات المتاحة عندي. هنا ضفت معلقتين كبار من السوداني. الكمية اللي انا هعملها النهاردة هتعمل 4 فناجين من المغات. اول بقى ما السوداني يبتدي يتحمص وياخد لون معايا هزود بعد كده معلقتين كبار من السمسم الابيض. كل المكسرات اللي انا هستخدمها النهاردة مش متحمصة. هبتدي ان انا اقلب السمسم كده لحد برضو ما يبتدي ياخد لون. هنا هزود معلقتين كبار من جوز الهند الناعم، تقدروا تستخدموا جوز الهند الخشن لو تحبوا. وهبتدي ان انا احمص بقى الكلام ده كله مع بعضه. وبصراحة لما بحمص المكسرات في وقتها بالشكل ده وبضيفها على الحلويات او على المغات بالذات بيديله طعم مميز. بعد كده في نفس الطاسة ضفت 4 معالق كبار من السمنة البلدي. السمنة البلدي او سمنة النباتي لو مش متوفر. بعد كده ضفت 3 معالق كبار من بودرة المغات، ودي بتيجي من عند العطار. بتروحوا تقولوا له مثلا عايزة نص كيلو او ربع كيلو من المغات، بيعمل معاكي كمية حلوة جدا. بعد كده ضفت معلقة كمان من السمنة. حسيت ان المغات عايزه كمان معلقه من السمنه. وهبتدي ان انا الف كده بودره المغات او توابل المغات دي مع السمنه لحد ما تتحمص معايا ولونها يبتدي يطلع كده معايا ولونها يتغير شويه، يعني تتحمص معايا شويه. بعد كده هضيف على المغات لما تتحمص كده وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، هضيف ليها 4 كوبايات كبار من المية. وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. هضيف 3 معالق كبار من السكر او ممكن تزودوا حسب الرغبة. وبعد كده هاخد معلقتين كبار من المكسرات اللي انا حمصتها في الاول. هقلب بقى المكسرات كده مع المغات لمدة 5 دقايق بعد الغليان لحد ما يوصل للقوام ده. واضافة المكسرات مع المغات نفسه بتدي طعم مميز وحلو قوي. اول ما يوصل للقوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده هبتدي بقى ان انا اغرفه على طول في الكوبايات او في الفناجين المتوفرة عندي. مش عايزة بقى اقول لكم على ريحته، كانت قلبة المطبخ والبيت حرفيا. وبصراحة مشروب حلو جدا مغذي. بنضيف بقى معلقة كبيرة كده من المكسرات اللي حمصناها في الاول على وش الكوبايات كده او الفناجين. وبضيف شوية من الزبيب لو تحبوا وشوية من عين الجمل، بيدي طعم حلو قوي مع المغات. شايفين بقى قوامه ده بعد ما برد شوية. وممكن تاكلوه كده بالمعلقة عادي لان هو القوام بتاعه تقيل شوية. وعايزة اقول لكم طعمه حلو وتحفة وسريع وسهل. جربوه على طريقتي وان شاء الله يعجبكم جدا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة اول باول. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.